الكل بيحبها، مفيش بقى اي حد ما بيحبش الاكلة دي، ومن سهولتها وحلاوتها لازم بقى اعملها مرة او مرتين في الشهر. وكمان اقتصادية جدا وعلى قد الايد. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ في الاكلة بتاعة النهاردة ادعميني بقى باللايك والشير والمتابعة، وكمان عرفيني في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني. يلا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ. جبت بقى الطاسة وحطيت فيها معلقتين زيت كبار وكمان معلقة صغيرة من التوم المفروم، وقلبته بقى كويس جدا لحد بقى ما ريحته طلعت. يعني ما حمرتش بقى التوم، بس اديته تقليبة كده لمدة دقيقة. وبعد كده بقى نزلت ببصلاية كبيرة متقطعة بقى جوليان، وقلبتها بقى لحد ما لونها اتغير معايا. وبعد كده نزلت بفلفل رومي متقطع حلقات، وحطيت بقى على الخضار ده كبدة الفراخ اللي متقطعة بقى قطع صغيرة، طبعا بعد ما غسلتها بمية وليمون وخل وسكر ودقيق، وسلقتها بقى كمان نص سلقة عشان اضمن بقى لو فيها اي حاجة تنزل في المية المغلية. بعد كده بقى ضفت عليهم قطع طماطم، قلبتهم بقى كويس جدا وتبلتهم بقى بملح وفلفل اسود وكمان السبع بهارات وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وكمان رشة من جوز الطيب. لو عندك بقى عود قرفة حطيه كمان معاهم، بيدي بقى تست حلو جدا. وحطيت كمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم، وطبعا دي خطوة اختياري جدا، ولو عايزة بقى يكون فيها صوص حطي بقى فيها ربع كوباية من المية، وقلبيهم بقى مع بعض وسيبيهم بقى على النار حوالي ربع ساعة. طبعا هتكون النار هادية، هتكون بقى كل حاجة معاكي استوت. في الربع ساعة بقى دي تعالي نعمل بقى صلصة المكرونة بطريقة بقى سهلة جدا وسريعة وكمان بأحلى طعم. في ناس بقى بتعمل صلصة المكرونة بالثوم بس او البصل بس، وفي ناس كمان بتعملها بالثوم وبالبصل مع بعض. انا بقى جربت التلاتة وما لقيتش بقى غير احلى طعم لما تكون بقى صلصة المكرونة بالثوم وبالبصل مع بعض. جبت بقى الحلة وحطيت بقى فيها معلقتين زيت وكمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم وكمان بصلاية بقى متوسطة مفرومة، وكنت مسبكة طماطم عندي في الفريزر نزلت بقى بيها عليهم وتبلتهم بقى بملح وفلفل اسود وكمان بابريكا وتوم بودر وبصل بودر كمان السبع بهارات وكزبرة ناشفة، وقلبتهم بقى كويس جدا مع بعض وسبتهم بقى يغلوا على نار هادية حوالي 5 دقايق. وفي ال5 دقايق دول كنت بقى سلقت المكرونة بتاعتي. عايزة اقولك بقى بجد طبق جميل جدا وكمان اقتصادي وسهل وسريع وكمان مفيد، ومن حلاوته بقى مش هيبطلوا يطلبوه منك.